تزال مخيمات اللاجئين الصحراويين غرب التندوف تعيش تحت حالة قانونية شاذة، إذ أن قادة البوليساريو يبطشون بالساكنة ويمارسون أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي على مرأى ومسمع من ضباط الجيش الجزائري الذين كانوا شركاء في الكثير من الاعتداءات على اللاجئين ومنعهم من ممارسة حياتهم بطريقة آدمية. فلم تتوقف تجاوزات قادة البوليساريو عند القتل خارج القانون والاغتصاب والإتجار بالبشر، بل تعداه إلى الحد من تحركات قاطني المخيمات وفرض غرامات مالية على خروجهم ودخولهم. وقد تم التسجيل خلال نهاية السنة المنصرمة منع العشرات من الأشخاص من مغادرة المخيمات بطريقة شرعية بسبب آرائهم ومواقفهم من ممارسات قادة التنظيم التي يعتمد عليها في فرض خططه. ولا تزال القوائم مفتوحة لأشخاص جدد أعلنوا صراحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى أن ما يحدث في المخيمات أمر مرفوض ولا يجب الاستمرار في السكوت عنه، خصوصا مع تزايد أرقام الضحايا. سيد الرئيس، إن ما يشجع قادة البوليساريو على ارتكاب المزيد من خروقات حقوق الإنسان فوق التراب الجزائري